احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم خير وصحة تملي كده يا رب. عايزين نتكلم في موضوع بسيط، موضوع الصفقات بتاعت نادي الزمالك. دلوقتي انا سامع كلام كتير قوي، اصل اشرف بن شرقي خلاص رجع نادي الزمالك، رمضان صبحي جاي، محمود الاسود ده جاي، مش اسامي كتير وكلام كتير يعني. كلام انا شايفه إن بس بدري قوي عليه، ده احنا لسه الدور الاولاني في الدوري لسه ما خلصش يا جدعان، لسه مفيش اي حاجه في الموسم ده خلصت يا جدعان، بتتكلموا في ايه؟ مش فاهم انتوا بتتكلموا في ايه. فانا عايز اقول حاجه واحده بس، مفيش ولا صفقه من، والله العظيم والله العظيم كل الناس اللي عماله تتكلم ده عايزين ياخدوا ترند، والله العظيم عايزين ياخدوا ترند، طلع يقول لك اصل ده جاي، اصل ده جاي عشان ياخد ترند بس بجد مفيش ولا صفقه من الحاجات دي بتحصل. الصفقات اللي نادي الزمالك اتكلم معاهم وقال لهم لو اتاحنا فرصه احنا هنجيبكم، هو كل من اشرف بن شرقي ومصطفى شلبي ورمضان صبحي. طب هل يعني رمضان صبحي واشرف بن شرقي يجوا الزمالك؟ لا. نادي الزمالك متفق بينهم وبين بعض، لو رجعنا اشرف بن شرقي بعد نهايه الموسم، يعني هو اشرف بن شرقي بعد نهايه الموسم دوت هيكون خلاص انتهى عقده مع الفريق اللي هو فيه. فلو اشرف بن شرقي جه الزمالك بالشروط اللي احنا موافقين عليها، يبقى خلاص احنا خدنا اشرف بن شرقي ومش هنجيب رمضان صبحي. طب اشرف بن شرقي ما جاش، يبقى هنجيب رمضان صبحي. خلاص يعني ده بديل ده، فاهمني؟ ده بديل ده، رمضان صبحي بديل اشرف بن شرقي لو اشرف بن شرقي ما رجعش نادي الزمالك. طيب مصطفى فتحي 100% رجع الزمالك، مصطفى فتحي 100% رجع الزمالك بعد نهايه الموسم ده. اما بقيه الاسامي كلها اللي عماله تتقال كلها فيك، وحتى لو مش فيك فكلها اخبار، مش يعني مش م... كلام وكيل اعمال عرض اللاعب على الزمالك وبس، بس ما فيش حاجه من نادي الزمالك ذات نفسه، مفيش حاجه، ما فيش حاجه زي ديت خالص. فهو اللاعبين او الثلاثه اللي نادي الزمالك خلاص متفق عليهم هو اشرف بن شرقي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي. مصطفى فتحي خلاص راجع بنسبه 100%، اما اشرف بن شرقي ورمضان صبحي لسه ما نعرفش قصتهم ايه. لو اشرف بن شرقي رجع نادي الزمالك يبقى خلاص مفيش رمضان صبحي، طب اشرف بن شرقي ما رجعش يبقى فيه رمضان صبحي وبس. سلام.